بتطلب على قدرك وربنا بيعطي على قدره. عارف ان انتوا تعبتوا كتير، مش بقول كده جبر خواطر، ولا بقول كده طبطبه، ولا بقول كده ان عشان تشدوا حيلكم خلاص، ولا بقول كده كلام وخلاص، لا والله. عارف فضل ربنا ان انتوا تعبتوا كتير، سواء تعب نفسي وقلق من اول السنه لحد اللحظه دي، سواء مذاكره وانك تقوم شويه وتقع شويه وتراكم شويه وتعافر شويه، سواء خلاص ان السنه بتخلص وانا تعبت كتير وعارف بزق نفسي الفتره دي بالعافيه، سواء تفكير في الامتحانات قربت ويا رب يا ربنا هيسترها معايا ويا رب الدنيا تتلم عارف والله، عارف تعبتوا كتير، وعارف ان انتوا دلوقتي يعني مستنزفين، وعارف ان انتوا دلوقتي بتحاربوا بجد. بس اهم حاجه خليكم فاكرين 3 حاجات هقولها لكم وابدا الحصه على طول. ركز بقى معايا الله يبارك لك. رقم 1 وده الاهم، ان ربنا شاهد وشايف كل لحظه تعب وكل لحظه خوف وكل لحظه دعوات وكل لحظه صلوات وكل لحظه رجوات وكل لحظه بكاء بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، شايفها في قلبك وفي قلبك وشاهد عليه. فرقم 1 دي كفايه، انتوا عارفين الكلام ده، انتوا عارفين الكلام ده، ولكن وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر ممكن الكلام ده انت تبقى عارفه، ولكن انا لما اقوله لك انا بفكر نفسي بيه وبفكرك بيه، يمكن يساعدنا شويه. سمي الله صلى الله عليه رسول الله. فرقم 1 ربنا شاهد، وده كبيره جدا. يوم ما تلاقي بفضل ربنا ان نفسك تعبت او خلاص انت يأست شويه او اتقفلت شويه، قول حاجه واحده بس: ربنا شايف كل تعبي، مش هيضيعني، مش هيضيعني لا دنيا ولا اخره، هيجزيني خير السنه دي. وطب افرض ما جبتش اللي انا عايزه، اعرف برضو ان ربنا مش هيضيع تعبك، هيجزيك خير عن تعبك ده اهو السنين الجايه، في الجامعه، في حياتك، في مستقبلك، في شغلك، في جوازك، ايا كان، ليكي انت وهو، انتوا الاثنين. ركز معايا الله يبارك لك. ان لا نضيع اجر من احسن عمل. انت احسن العمل وسيب الاجر على ربنا سبحانه وتعالى. ادي ما عليك ولا عليك، اعمل اللي عليك، وتاكد والله ان ربنا لا يعوضك بالخير بسرعه في نهايه السنه، يا اما ياجله لك في اللي جاي من عمرك، بس بفضل ربنا كده كده مش هيضيع. واتمنى ويا رب يعوضوا لك في اخر السنه مجموعك، يا رب تفرحوا كلكم يا رب العالمين. ولكن انا عايزك تفهم انت وهي كلام واقعي، اللي عند ربنا ما بيضيعش. اللي عند ربنا اقسم بالله هتلاقيه في شخصيتك وفي تفكيرك وفي حياتك في الدنيا، وحسنات في الاخره. تفرق حد عن حد في الاخره، اللي كان بيعمل عليه من اللي كانش بيعمل عليه. تفرق درجه عن درجه في الجنه، اللي كان بيعمل اللي عليه ما بيعملش عليه. ايش علاقه الجنه بالمذاكره يا باشا؟ ما هو دلوقتي انا لما اعمل شغلي، ركز معايا الله يبارك لك، انا باخد عليه حسنات، حتى لو باخد عليه مقابل مادي باخد عليه حسنات برضه، ما هو ده شغلي بنفع بالناس. انت وانت نفس القصه، دلوقتي او بعدين بتعملوا شغلكم بتاخدوا عليه حسنات. افهم معايا، وشغلكم دلوقتي هو دراستكم. كل خوفك وقلقك وتوترك ومذاكرتك ومعافرتك ما تفتكرش انه بيضيع كده وخلاص، لا، بتكتب عند ربنا سبحانه وتعالى. ده شغلك اللي هتتسأل عنه، فده في ميزان حسناتك. فتخيل ان ده سبب، اصلا ده سبب ممكن يدخلك الجنه. ركز معايا الله يبارك لك. المهم دي اول نقطه. النقطه الثانيه، تاكد ان الكريم اذا اعطى ادهش. يعني ايه الكريم اذا اعطى ادهش؟ وربنا كريم هيدهشكم والله بعطائه. عايز اقول لكم ان انت في النقطه الثانيه دي خليك دايما متعشم بكرم ربنا. الشيطان هيجي لك وهيجي لك، انا بقول لكم اهو، انا عارف اللي بيحصل، هيوترك ويقلقك ويقول لك طب لو ما جبتش، طب لو كذا، طب لو نسيت. قول له كلا ان معي ربي سيهدين. زي ما سيدنا موسى لما كان فرعون بيجري وراه والبحر قدامه ومعاه المؤمنين، هنروح فين يا موسى؟ قال احنا كده هنغرق، ده فرعون هيقتلني. قال ايه؟ كلا ان معي ربي سيهدين. يقيني بالله، يقيني يعني ربنا معايا سيهديني. ربنا شق له البحر. فدايما شيطانك لما يجي لك قول كلا ان معي ربي سيهدين. ان شاء الله هتتحل، ان شاء الله ربنا هيسر الحال. وحط في دماغك ان كم وكم وكم حد ذاكر كان مسقط حاجات ولمها في الفتره الاخيره، ولمها حتى في ليله الامتحان. كم وكم وكم حد بص في ورقه كده في سؤال في ليله الامتحان وهو مش عارف يا ربي الم الدنيا، ولقى ثاني يوم السؤال ده وهو كان واقع في باقي الماده. مش قصتك، مش بحساباتك. فرقم 2 الكريم واذا اعطى ادهش. ما تخليش شيطانك يوترك ويقلقك، سيبها لله. قد ما عليك ولا عليك. انت مطلوب منك السعي، مش مطلوب منك النتيجه. ثالث حاجه واهم حاجه قلتها لكم قبل كده وهقولها تاني: خيل السباق اذا اقتربت من النهايه اتت بافضل ما عنده. خيل السبق لما يفضل يجري 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 وقرب من النهايه يبقى تعبان ومرهق ونفسه يقع ونفسه يستسلم ونفسه يقف. كل ده سهل، لكن الصعب انه يكمل، الصعب انه يتك على نفسه. وهو خيل السباق العربي الاصيل او الخيل السباق الاصيل بيعمل كده، بيجي عند خط النهايه ويجيب اخر ما عنده. يرتاح بعد الفوز، هانت. يرتاح بعد النتيجه، هانت. يرتاح بعد ما يكون بطل قدام نفسه الاول قبل ما يكون بطل قدام اللي حواليه وعافر وكمل للاخر، هانت. يرتاح بعد فتره قليله وما ييأسش وما يتقفلش وما يستسلمش، لان ده اسهل. ولكن الاصعب والامتع والانجح والاجمل هو شعورك بعدين، بعد فتره قليله، كلها ايام او شهور قليله، انك تحس انك ما استسلمتش. تعبت، كلنا بنتعب والله. وقعت في بعض الحاجات، انت كست شويه ماشي، ما ذاكرتش شويه ماشي، انت وهي ركزوا الله يبارك لكم. حاسس ان انا ما عملتش عليها من اول السنه ماشي، افهم. بس المهم
كملت للاخر معافره ولا لا؟ شوف ما قلت ايه؟ كملت للاخر معافره ولا لا؟ يعني ايه معافره؟ يعني معافر يعني ايه؟ طبيعه تقوم وتقع، مالكش نفس تزق تكمل وبتكمل، مش قادر تزق نفسك وبتزق نفسك بالعافيه، شيطانك واللي حواليك بيحبطوك، واملك وحسن ظنك في ربنا بيخليك تكمل ويقووك. هي دي الفكره، انك توصل لاخر لحظه في السنه وانت مكملين معافره، مكملين معافره بقى، وانتوا صحتكم وانتوا ميتين وانتوا طالع عينكم وانتوا واصلين بتزحفوا وانتوا واصلين بتجروا، مش مهم، المهم توصل، المهم ايه؟ المهم ربنا يعينك انك ايه؟ تعدي المرحله دي وانت بتعافر وتعمل اللي عليك. ربنا سبحانه وتعالى عايز يشوف ان انت جبت اخرك وان انت جبت اخركم، مش المهم تطلع الاول على الكوكب، لا لا لا، انك بس طالع السنه دي راضي عن نفسك وربنا راضي عنك، واهلك لاخر لحظه شايفينك بتعمل اللي عليك انت وهي، مهما كان اللي فات. طب يجوا لسه في فرصه؟ والله 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 ليه؟ لان انا شفت الكلام ده في السنين اللي فاتت في طلاب بيلموا الفتره دي فتره الامتحانات والمراجعه الاخيره، والله شفت ربنا بيسترها مع ناس كتير يبقوا مثلا مراكمين حاجه او مش فاهمين جزء في ماده ويذاكروا جزء كويس يعملوا عليهم لاخر لحظه يلاقوا الجزء ده اللي جه في الامتحان. انت عارف، انت عارفه، خلي املكم في ربنا كبير، الكريم اذا اعطى ادهش، وربك بايده امرك، وربك لا يعجزه شيء، واللي انت بتظنه مستحيل عند ربنا يسير. يعني كل القصه في اي حاجه مستحيله في حياتك عند ربنا يقول لها كن فتكون، فما تستصعبش حاجه، واوعى تنسى انت بتطلب على قدرك وربنا بيعطي على قدره.